حاجات مهمة لازم تاخد بالك منها وانت بتشتري. اول حاجة تبص عليها تسلسل الملكية من حيث الترتيب، ان يكون فيه تزامن او تسلسل في كل عقد انت بتقراه او بتشوفه. رقم 2 التوكيلات، لو في توكيلات معمولة مع عقود البيع لازم تاخد التوكيلات دي وتتوجه بيها للشهر العقاري وتشوف الشهر العقاري اللي صادرة منه وتبدأ تتأكد ان التوكيلات دي صادرة من الشهر العقاري. تتأكد اذا كان العقار نفسه عليه مخالفات، عليه تصالحات، عليه ديون سابقه في ميه في كهرباء في اي حاجه، علشان ما تجيش بعد كده تتفاجئ ان انت مثلا دافع لك 2 مليون في شقه وتلاقي نفسك عليك 20,000 جنيه مديونيه ميه، ولا 10,000 جنيه مديونيه ميه، ولا مديونيه كهرباء، كارت مش كارت، ايا كان نوع المديونيه اللي انت هتلاقيها. تمام. وانا نصيحتي ليك لازم تاخد معاك محامي متخصص، محامي يكون فاهم في قصة العقارات. طبعا كل السادة المحامين فاهمين، ولكن انا بتكلم ان انت لازم تاخد معاك محامي علشان يراجع لك الورق ويكتب لك العقد بشكل سليم. بمناسبة العقد ما تروحش تجيب عقد من المكتبة وتقول لي هتكتب فيه عقد البيع بتاعك اللي انت تكون الشقة مشتريها بمليون، تروح تشتري عقد ب5 جنيه ملوش لازمة وتيجي تتفاجئ بعد كده ان هو ما بيحفظش حقوقك. لازم تتأكد ان العقد مكتوب بصياغة سليمة تضمن حقك في العقار، وتعرف ترجع على المالك بتاعه السابق لو هو قل معاك في حاجة او كان في مشكلة معاك في حاجة معينة. فولو لايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.